عرفت ان الملكي فاتح فرع جديد في حدائق الاهرام. مش بس كده، ده عامل كمان خصم 50%. خدت بعض وطلعت على هناك وجربت بقى معظم الاصناف اللي موجوده هناك، قديمه او جديده زي ما بيقولوا كده. خدت من كل فيلم اغنيه. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نبدا. بدات اول حاجه بالمسخسخ اللي كانت غرقانه لبن، بس صراحه كميه المانجا فيها كانت قليله جدا بالنسبه للبراندات التانيه، بس طعمها كان جامد جدا ومقبول بالنسبه لسعرها وبالنسبه للكواليتي بتاعها. ودخلت على قعر الحله، وده صنف جديد عندهم عباره عن رز بلبن واخد اللسعه بتاعت الحله كده، طعمه حلو قوي بس عايز الاكيله اللي بجد. اما الرز بلبن بقى ده دخل قلبي على طول. رز بلبن بالكراميل طعمه جامد جدا. الرز بلبن مع صوص الكراميل عامل ميكس حكايه روعه. وندخل بقى على الصنف الجديد بتاع زمان، سد الحنك محشي كريم كراميل، طعمه حلو بس الصراحه ما اطلبوش تاني. ليه بقى؟ حسيت انه تقيل شويه، لا مش التيمه بتاعت الايام ديت. ولو لسه ما اكلتش البلوزه انزل على الملك على طول، عامل لك الجيلي كده بكرات البوبا عليها طبقه من البلوزه على طبقه من الكيكه، طعمها جامد جدا. الميكس ده رهيب. وجربنا كمان ميكس الرز بلبن مع التشيز كيك فراوله، كان طعمه حلو وحكايه. بس كلكم بقى والسايحه نايحه ديكم تاني، حاجه كده بتبوظ لوحديها، حاجه كل حاجه فيها سايحه فعلا. دي بقى عباره عن قطعه من الكيك وعليها بقى شويه من الوايت شوكليت كده مع شويه من صوص التوفي على كريم كراميل على شويه المكسرات، لا طعمها ديت في حته تانيه خالص. وجربنا كمان البغاشه اللي كانت محشيه بسبوسه، الصراحه طعمها كان حلو بس تقيله شويه، واللي اتقل كمان سعرها. وجربنا كمان من عندهم اللي بجد بقى عجبتني قوي، البغاشه اللي بصوص البندق، كان طعمها حلو خفيفه وكمان بتتقدم سخنه. اظن مفيش حاجه تاني بعد كده. الملكي مقدم لكم كل الاصناف، شرقي وغربي، قديم وجديد، كل حاجه موجوده عند الملكي وهتعجبكم.